السلام عليكم. تعادل النادي الأهلي مع فريق إنبي 0-0. مباراة يعني سيئة أكيد. مفيش أهداف، لكن المباراة بالنسبة لإنبي بطعم الخسارة بعد ما فقد الفوز في الدقيقة 90 في ضياع ضربة الجزاء. واحنا بنتكلم قبل كده وبنقيم النادي الأهلي الناس بتزعل. يعني انت ماتش المصري، لو في عدالة أقل حاجة المصري ياخد نقطة. أداء المصري العالي، السرعة في الهجمات، كان ناقص بس التوفيق. لكن علي ماهر عامل فريق رائع بأقل إمكانيات. النادي الأهلي فاز لكن لا يستحق الفوز. احنا دايما هنا بنقيم أداء، بنقيم شكل، بنقيم فكر، مش بنقيم نتيجة وخلاص. ما هو النتيجة ده ان هدى الأهلي برضه، يعني نقدر نقول انه هرب من هزيمة، يعني كان محظوظ برضه. لا في كورة ولا في فكر ولا في أداء ولا في. هل الفريق ده هو اللي مثلا ممكن يلعب في كأس العالم للأندية؟ مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي، يستطيع من خلالها إنه يعرف مستوى الفريق الحقيقي ومستوى المدرب زي كولر. أنا أعتقد إن كولر لا يصلح إنه يكون مدرب للنادي الأهلي الفترة القادمة، خصوصا في كأس العالم للأندية. عايزة مدرب أفضل وأعلى من كده بكتير. أكيد التشكيل النهاردة كان سيء يعني، وأكيد عليه علامات استفهام كتيرة جدا. يعني مش من مميزات كولر إنه يغير أو يعمل تدوير أو الكلام ده. يعني في مباراة هامة النادي الأهلي كان محتاج للثلاث نقاط للصدارة. حتى مباراة بلوزداد اللي فاز فيها النادي الأهلي 6-1 والجماهير هيصت بقى، هو نسي الجمهور زي جمهور الزمالك امبارح ماتش الاتحاد. نسي ان الشوط الاول فريق بلوزداد يعني بيلعب في نص ملعب النادي الاهلي وكان فايز 1-0 لغاية اخر الشوط، لغاية ما جه التعادل وحصل انهيار دفاعي وفريق بلوزداد ساب الدفاع خالص وحارس مرمى سيء، وعشان كده النتيجة بقت بهذا الشكل. امبارح برضو جماهير نادي الزمالك زعلت لما بقول ان زمالك جروس في خطر. خلاص نسي الشوط الاول والعك، وافتكر بقى ايه التقسيم والبتاع بعد ايه طرد لاعب نادي الاتحاد، بالاضافه لنادي الاتحاد نفسه من اجل مواسمه السنه دي. لازم في البداية نفكر، هل عندك فريق وعندك احتياطي لهذا الفريق؟ يعني عندك 11 و11 لعيب. هل عندك مدرب كفء؟ هل عندك اللعيبة كلها تصلح انه يلبس تيشيرت النادي بتاعك؟ اعتقد 100% مستحيل حد هيقول له ايوه. اذا شهر يناير فرصة انك انت تقدر تجيب احتياجاتك. احتياجات الاهلي غير الزمالك تماما. احتياجات الاهلي لعيبة على اعلى مستوى، لا يقل عن 11 لعيب، وتمشي كل اللعيبة دي. لا انا بقول لك هذه اللعيبة لا تصلح. تمام، ده موضوع خداع. انك تفوز وانت لا تستحق تفوز، وادائك سيء تفوز ومفيش توازن. يعني ماتش بلوزداد لو ان الاهلي مسك المباراة من اول دقيقة لاخر دقيقة، وهنا في 3 اهداف وهنا وفي توازن وفي قوة، لكن انت فزت بأخطاء كارثية من فريق بلوزداد. عشان كده هتشوف بقى لو ماتش بلوزداد التاني ما أعتقد ممكن يبقى مختلف. كولر يعني تشكيل النهارده أعتقد كل جماهير النادي الأهلي كان في استغراب شديد طبعا من عملية التدوير أو تغيير عدد من اللاعبين في الملعب. يعني نتيجة لده أداء النادي الأهلي كان سيء جدا، وإنبي مش من أفضل الفرق اللي موجودة في الدوري. يعني أعتقد النادي الأهلي عايز صفقات، ولو في جرأة يجيب مدرب كمان على أعلى مستوى يليق بالنادي الأهلي في كأس العالم للأندية. لأن بالمستوى ده لا، النادي الأهلي بصراحة يعني هيبقى أضحوكة عشان نتكلم بصراحة. نادي الزمالك ماتش امبارح من الحاجات الغريبة، ان ايه الناس دي؟ يعني عايز اعرف الناس دي اللي بتدير الكورة. مصطفى شلبي هو رجل المباراة، ويعني من أسوأ المباريات بتاعته امبارح، والمدرب طلعه بدري لعدم اقتناعه بما قدموا. مفيش يعني حلول. وفي النهاية ايه الناس دي؟ يعني عايز اعرف مين ده اللي بيختار افضل لاعب في المباراة. اكيد طبعا كان عبد الله السعيد ده رقم واحد، في عمر جابر ممكن لو قلت ناصر منسي على اساس انه احرز الهدف تمام.
حاجات غريبة ومش بتتغير، والسنة اللي فاتت نفس الكلام ونفس النقد. كولر نفس الفكر العقيم. جروس مفيش تغيير، كل اللي حصل امبارح تغير الظروف في المباراة فقط لا غير. لكن جروس عند ال 18 ومفيش أي تنظيم للهجمات، في عدد، في كثافة، لكن في حاجات مترتبة، في حاجات متفق عليها، في حاجات معينة لا، مفيش الكلام ده، ما حصلش. بدليل ان لغاية قبل الطرد ونادي الزمالك مفيش هجمة واحدة. ممكن الكلام ده اتفك كله مع موضوع الطرد. اعتقد نادي الزمالك هيبان مستواه امام المصري، الكلام اللي قلته لكم. اعتقد برضو النادي الاهلي لو لم يكن هناك في صفقات على اعلى مستوى، صفقات كتير يعني، بتتكلم عن اقل حاجة 7 8 لعيبة على الاقل، وفي لعيبة لا تصلح كتير هنقولها في حلقة اخرى. النادي الاهلي مش فقد نقطتين، لا، ده فقد ثقة الجماهير في فريق يستطيع انه يحقق بطولات. الجمهور مش حاسس انه عنده فريق. النادي الاهلي اللي عنده القوة. شفت النادي الاهلي وهو مش هو النادي الاهلي اللي بيبقى متعادل لاخر ثواني بيلعب عشان يهدف وبيضغط النادي الاهلي يمكن يكون في اوقات كثيرة يعني ما فرقش معاه. نتمنى التوفيق إن شاء الله لأهل الزمالك.